طيب إذا كان الإمام جمع بين المغرب والعشاء لعذر مثلا المطر، أي نعم، وجاء رجل سواء علم أم لم يعلم بأنها صلاة العشاء ولم يصلي المغرب، فكيف يعمل؟ يصلي المغرب وراء الذي يصلي العشاء 4 ركعات وهو يصلي الإمام، ماذا يفعل؟ لا، هو يصلي 3. ثم يعني هنا نتصور موضوع أنه جاء وقد أقيمت صلاة العشاء فأدرك صلاة العشاء من أولها، فهو لا يجوز له أن يصلي العشاء وهو بعده لم يصلي المغرب، فعليه أن يقتدي بهذا الإمام الذي يصلي العشاء لكن هو ينوي صلاة المغرب، لأنه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فكما لا يجوز للمسلم عادة أن يقدم ويؤخر صلاة، كذلك لا يجوز ولو اقتدى بإمام يصلي صلاة العشاء لا يجوز له أن يصلي العشاء ثم يثني فيصلي صلاة المغرب، وإنما يبتدئ صلاة المغرب وراء هذا الإمام الذي يصلي صلاة العشاء، ونحن افترضنا أنه اقتدى مع الإمام في أول الصلاة، فإذا ما قام الإمام إلى الركعة الرابعة هو جلس ونوى المفارقة الإمام، لأنه زيادة على 3 ركعات في صلاة المغرب عامدا متعمدا يبطلها، كمن صلى الصبح 4 أو 3 أو صلى العشاء أو الظهر أو العصر 3 أو 2، لا فرق في كل هذه الصور في بطلان الصلاة زيادة أو نقصها. ولهذا فله مخرج أن ينوي مفارقة الإمام لأنه مضطر إلى أن يأتي ب3 ركعات المغرب ولا يتابعه في الرابعة، فإذا سلم هو فيقوم ويقتدي بالإمام حيث كان يستأنف صلاة العشاء معه وراء الإمام ولو أدركه قبل السلام. هذا الذي ما يقع في المخالفة الشيخ أنه سلم قبل الإمام نية المفارقة، هذه كيف؟ مضطر هذا للمخالفة، هذه لابد منها، لأنه